الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، فإن قلبي بالحبيب محمد جد مأمون. أبيت أكسو الليالي من مدائحه نورا من النور أستاذ النبيين. دعا إلى الله في علم وفي أدب وفي رفق وفي سلام وفي لين. لم يحمل السيف جبارا ولا شططا، لكن يدافع عن عرض وعن دين. فكان أرأف من أم على ولد، وكان أرحم قلبا بالمساكين. صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النهارده بنلتقي في لقاء مهم جدا جدا تاريخيا. هذا اللقاء سيكتبه لكم التاريخ وسيكون في صحائف حسناتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ووطني هو دمي وهو عرضي وهو مالي. الوطن هو كل شيء. الوطن حينما ننظر في هذه الأيام أن الله أكرمنا وحبانا برجل شريف، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال عن نفسه: أخوكم هو الذي قال ذلك. أخوكم صادق وأمين وشريف. أخوكم صادق وأمين وشريف. أخوكم صادق وأمين وشريف. وتحمل المسؤولية يحتاج مننا جميعا أن نلتفت بجوار مصر في هذه الأيام. إن احنا كلنا اتربينا على البطولة، اتربينا على الشموخ، اتربينا على العزة، اتربينا أننا لا ننحني إلا لله الواحد الأحد. ونحن ننظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتكلم عن مصر وقوة مصر وعظمة مصر، وحينما يتكلم عنا كمواطنين يتكلم عنا بشموخ وعزة. حينما قرأت التقارير الإنجليزية في الصحف العالمية فوجدت أن الصحف في كثير من أوروبا وعلى رأسهم أمريكا في حالة انبهار من التفاف الشعب خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. في حالة انبهار، منبهرين، يقولون أن مصر جيشا وشعبا التفت حول قيادتها فمن يكون عليها. والرئيس يقدم مصر أنها مصر المؤمنة، مصر الموحدة، مصر التي لا تتعدى على أحد، مصر التي لا تظلم. وأنا أريد وأنا هنا أحيي جيش مصر ليس في سيناء فقط، إنما أحيي جيش مصر على حدود السودان، وأحيي جيش مصر على حدود ليبيا، وأحيي جيش مصر في البحار، وأحيي جيش مصر في الأنهار، وأحيي جيش مصر في السماء، وأحيي جيش مصر في كل مكان. وأحيي رجال المخابرات المصرية الذين يعملون في كل الميادين خلف خطوط العدو. فلنحييهم جميعا الذين يقفون في السلوك، الذين يقفون في أماكن الأخطار غرباء، يقفون من أجل هذا الوطن ومن أجل الحفاظ على هذا الوطن ومن أجل عز هذا الوطن. وأيضا نحن هنا لنقول للشهداء: يا شهداء مصر، لن يضيع ما فعلتموه، لن تضيع دماءكم، لن يضيع ما قدمتموه لنا من تضحيات بأرواحكم، من تضحيات بأنفسكم، من تضحيات بكل ما حباكم به ربي تبارك وتعالى. ونعاهدكم يا شهداء مصر أننا قادمون وأننا راغبون في كل ما قدمتموه، وهو الشهادة في سبيل الله من أجل مصر. مصر هي التي علمت الجميع التضحية، وعلمت الجميع 150,000 شهيد مصري من أجل القدس ومن أجل ألا تضيع فلسطين. ونحن نستكمل هذه المسيرة
ويستكملها الرئيس